كده احنا في العرض الخاص لروكي الغلابه، ايه اكتر حاجه محمساكي للفيلم؟ متحمسه جدا ان انا اتفرج على الفيلم من ساعه ما شفت التريلر. طيب انت طبعا دايما بنشوف دنيا سمير غانم في ضحك دراما حلو جدا، بتعمل فوازير جميله، بس ان هي تعمل اكشن ده انت انا شايفه ان دي حاجه لذيذه قوي، انا شايفاها متخيلاها قوي بصراحه. جيسيكا لو هيتعرض عليها دور غريب عنها، ايه الدور اللي انت شايفه ان انت هيبقى بالنسبه لك غريب قوي لدرجه ان انت تفكري مره واثنين وثلاثه؟ لا بالعكس، حاسه انه لو غريب عني خالص انا مش هفكر لثانيه، حتى ابقى ان قوي ان انا عايزه اعمل حاجه غريبه عني او اطلع بره الكومفورت زون بتاعتي. يعني ده بالنسبه لي الاكسبلورينج بتاع التمثيل. يعني الفتره دي انت اللي بتصوري، انت لسه جايه من تصوير، فكلمينا اكتر عن التفاصيل. بصور مسلسل دلوقتي اخراج استاذ يحيى اسماعيل، بصور فيلم ادمه اخراج استاذ محمد صوت. هو فعلا الكاركتر اللي بعمله في المسلسل مختلف خالص عن اي حاجه قدمتها قبل كده، وشخصيه مختلفه خالص. والفيلم هو الدور فيه قريب قوي لقلبي، فانا مش هقدر احرق فيه اي حاجه. مش هقول ايه هو، مش هحرق فيه اي حاجه. الفتره اللي فاتت دي في افلام كتير اتعرضت، ايه الفيلم اللي شفتيه وعجبك قوي؟ سيكو سيكو كده كنت ده من اكتر الافلام اللي انا حبيتها قوي.